الأخ اللي من بعدك. السلام شكرا. عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا. السلام ورحمة الله. تفضل شي سفيان. حمزة، انتظرك ارتميت الأحضان الدينية. أنا حضرت لك في بداية البث وكنت تتحدث عن الزوايا، ويا ليتك ما ارتميت، لأنك حاليا أوقعت نفسك في فخ. أنا غنتحدث معك بواحد الإطار اللي هو أكاديمي، سوف تقارعني فيه الحجة بالحجة، القول بالقول، الاستدلال بالاستدلال، ما نحتاجوش كلام اللي هو فارغ. في البداية غنبداو مع التأسيس ديال الدولة المغربية الشريفة، مع العهد ديال الملك الراحل المولى إسماعيل، اللي عنده خطبة شرحها الإمام تقي الدين الهلالي الذي درس في أوكسفورد ويتقن 7 لغات، عالم مغربي ما عرف المغاربة قدره. أنا جايك في السياق الديني اللي كنت تتلوذ به في الأول وتتحدث عنه وتقول المغرب بلد يحاول أن ينشر الزوايا. أنا أتحدث معك من نطاق أنني واحد من أبناء هذه الزوايا، من أبناء الزاوية الفلالية، فهمت؟ لأنك زورت حقائق. غير تصنت لي، خليني نكمل كلامي وعطيني لا حرية. عرفنا براسك، تفضل. انا ما نقاطعك، لا تفضل قول لي. من أحد أبناء الزوايا، صحراوي فلالي من الشيخ سيدي بوبكر، مرحبا بك. من تفضل. الحقونية مسمية على جدي الشيخ سيدي بوبكر. وانا اللي نتحدث معك بواحد الاطار اللي هو ديني ومنطلق اللي هو ديني، ويالتك حتى انت اللي يعود صدرك رحب اللي باش تستقبل هذا الكلام اللي نقول لك. على العموم اللي نبدا لك بالخطبه ديال المولى واش اسمه الملك الراحل الامام اللي هو المولى اسماعيل العلوي، اللي عنده واحد الخطبه شرحها العلامه تقي الدين الهلالي. هذه الخطبه كانت عظمه في دعوه الى دعوه التوحيد، كانت خاليه من البدع والشركيات، بل حتى حاليا راهي كتاب يدرس. لا ينجو هاد الملوك المتاخرين لا يشوفوا منهم الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في الدروس الحسنيه كان كيقرر العقيده ديال السلف الصالح، كان كيقرر العقيده ديال السلف الصالح. باش انت تجي تنسب الدوله على اساس انها دوله شركيه وكذا وتدعو للزوايا، هذا الشيء كلام باطل ويسوق له. الشيء الثاني، الملك الحسن الثاني عقل على هذا المرجع صفحه 69 في كتاب الحسن الأول رحلة وتاريخ، كيقول بما نصه: وأنه لن تستقيم هذه الأمة إلا بعقيدة سلفية واضحة نقية. فبالله عليك انت تجي ترامى عليهم وتقول الزوايا. هناك بعض الطرق في المغرب اللي الدولة منها ما كتبناهاش وما كتدعمهاش، هناك طرق كركرية، هناك حرية الاختيار طبعا في الدولة، لأن هناك مسلمين وهناك كافرين أكيد في المغرب. ما يمكن لك انت تنفي الأقليات كامل وتقول لا. نحن ولكن في الدولة في الحقيقة ديال الدستور يقول لك بأنه يتبنى على أساس أنه الإسلام هو دين الدولة. هذا شيء متم كامل. يعني باش تجي تطعن في الملوك وتحاول أنك تخلق واحد الشنشنة ما بين المملكة العربية السعودية والمغرب وتحاول تنقص المغرب في الإطار الديني، ما عندك حتى حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته فاش كيتحدث عن ولاة الأمر كيقول لك ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني الخروج، واش كاين شي خروج؟ ما أقاموا فيكم الصلاة. ثالث شي حاجة، المتغلب بقوة السيف، المتغلب بقوة السيف وقهر في الكتب الشرعية له حق الحكم. حاليا الملك محمد السادس متغلب في المناطق كاملة من طنجة إلى القويرة. غادي تعارضوا بنفس المذهب الديني، غنقول لك انت خارجي. والخوارج قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار هم الذين خرجوا على علي في معركة النهروان. فبالتالي جبهة البوليزاريو بالمقابل ديالنا احنا كمغاربة، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لكم: من أتاكم وأنتم جمع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، ومن مات دون بيعة فهو مات ميتة جاهلية. يعني بالمقابل ديال هاد الناس اللي احنا غادي نواجههم في واحد الإطار اللي هو خارج السياق الديني. مع التاريخ نجو نتحدثوا واش حنا كصحراويين وكعرب امتن الملوك ولا الجماهير الجمهوريات. بالعكس امتن الملوك. الجمهوريات لن يكون هناك التزام قبلي، وهذا الشيء وارد تاريخيا. وسير اقرا مقدمة ابن خلدون ولتفهم السياق اللي نتحدث لك منه، لأنه الذين لا يعرفون التاريخ محكوم عليهم بتكراره. الشيء الثاني، فاش نجو العلاقة ديال المغرب والعلاقة ديال الجزائر نحن أولى بالتطبيع مع إسرائيل إذا كان الجار ديالنا كيطبع مع إيران وعنده حسينيات في بن المهدية ويغدير. شنو كيدار في هذه الحسينيات؟ سب أم المؤمنين عائشة، القذف ديال المحصنات اللي هما من الصحابيات، سب الصحابة، ادعاء بأن هناك مصحف فاطمة. بالمقابل كنشوفوا السيرة ديال الملوك ديالنا في المنطقة اللي هو خرج الحسن الثاني رحمه الله في خطاب مباشرة للجزائر تبنات العلاقة مع إيران وأعلن بالكفر ديال الخميني وقال بأنه إنسان كافر وأعلن التكفير ديالو رسميا وغلق العلاقات. بالمقابل إيران استقبلت الجزائر المد الشيعي وخلاته يتبنى، ورانا شفناه شنو عدل في جميع المناطق. لبنان الدولة وسط الدولة، حزب الله، اليمن الدولة وسط الدولة، الحوثي،
سوريا هكذا دول العديد وشفنا وراه حاليا كيتمدد في افريقيا عن طريق الجزائر. بالمقابل المغرب جاي وكيصلح واحد الصلح فكري اللي هي بالمقابل راهي لا حرب ايديولوجيه، كيبسل يعني ائمه وشيوخ غرب افريقيا باش يتبناو المذهب السني ونشروه، لانه كان هناك مد شيعي مدعوم من الجزائر. واش حنا كمواطنين احق لنا اننا نرتموا في احضان ايران ونتحالفوا معها على اساس انها عدو خارجي مخالف، ولا اننا نتبناو المنهج الايراني ونتحالفوا معاه كما دارت الجاره الجزائر اللي من المبادئ ديالو تسطير الثوره في المناطق؟ يعني نحن كمغاربه نحن نرى بان احقيه الملوك هي التي على احق، ونحن حاليا في ظل الملك محمد السادس نشهد له بالبيعه. والسلام عليكم. وهذا هو المتقرر عندنا وعند مذهب اهل السنه. بغيت لا نسولك باش نعطي الاخ احمد من الصبح ينتظر، قول لي يا كان الملك فعلا ولد عمك ولا لا يكذب؟ بيا قد سمعت ولا من لا منتاحل عليكم طايح عليكم؟ شوف نجيك في واحد السياق. بنو العموم الشرع ليس فيه بني عم ولا بني خال. الله عز وجل في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ما عمرنا كنا كندهنوا في قال الله في قال الرسول ولو كان ابن عم. الحق أن يقال، وهذا الشيء واضح. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. قول لي فيما يخص قضية الشعب الصحراوي اللي في المدن المحتلة واللي في الصحراء الغربية، أنت كتشوف الملوك هما الأفضل له أنهم متهلين فيه وأنهم هما الأقرب له، وأنت حاني نعطيك السؤال الثاني معاها، وهل سبق لك أن زرت الجزائر حتى تتحدث بأنها مطبعة مع إيران؟ أنا أعرف من علماء الجزائر بأنك أنت تعرف بن باديس. تعرف بن باديس ولا ما تعرف بن باديس؟ هذا عالم تاريخ جزائري، نصحك بترجع بالمراجع ديالو. والفتنة اللي خلفها التدخل الإيراني في الجزائر من نشوء الفرق اللي منها الإباضية اللي عندها ولاءات العمان وولاءات المفتي الخليلي، ومن نشوء الاثنا عشرية هناك. سير اقرا بن باديس ولا تفهم حقيقة الوضع في الإيران وكيفاش كتجلب باش أنك تسوق الأمور بواحد اصبر يا راه معنا الجزائريين. بس أنك تروض الأمور عندك أنت بواحد ديال الأخبار خارج الجزيرة قالت العربية اللي يتقبلها المنطق الآن. شوف أنا معنا الجزائريين مالك وش بيك يا صاحبي؟ تدير لنا مشاكل، خليه يتكلم، إلا عاد كاذب عليه من الله من يستحق، خليه يزعت يا اخي. انا شوف، انا اتحدث معك بمصادر علميه قارعني الحجه بالحجه. اتحداك انا غادي نمشوا لباب الخوارج. عندك دابا صحيح البخاري يجيب لك كتاب الخوارج واجي نقراو الاحاديث. انا اتحداك، انا اتحدث معك مراجع علميه، ما اتحدث لك بروباغندا اعلاميه وسمعنا في الجزيره. لا بروباغندا ولا تفضل. يتوسع الزوايا، الاف الزوايا في المغرب. ما دام انت قلت عنك ابن الزاويه، فالملك يشجع الزوايا والهبه الملكيه، وذيك الامور احنا نعرفوها ونعرف ما يحصل في المغرب وفي شمال افريقيا. هذا واحد. ثانيا انا كنت اتحدث مع الاخوه السعوديين في نطاق اخر. ثالثا انت قلت عنك صحراوي فيلالي، وانت اذا كنت تنتمي للحقونيه وللشعب الصحراوي فانت اولى لك ان تتحدث عن ما يحصل للشعب الصحراوي من النظام الملكي المخزني الغاشم. رابعا فيما قلت فيما يخص مسألتين فقط، قلت بأنه حد السيف من استتب له الأمن وجبت له الطاعة. احنا هذه نعرفوها حتى في القانون، يعتبرونها حتى في القانون. ما دمت أنت تحت ذوك الناس، ما انك تحت ذو الناس، فهم يعتبروك أنه قانون ذوك الناس يمشي عليك. احنا ذا عارفينه. لكن بتمرير المغالطات وتمرير دعايات والتغطية على الشعب الصحراوي المقهور وإقصاء الصحراويين ومعتقلي قديميزيك والمعتقلين ومعاناة الشعب الصحراوي اللي احنا منهم، فهذه راني نقول لك عنك انت تحاول تغطي الشمس بالغربال. ودعم الزوايا ودعم الشيوخ القبائل هذا يأتي من عند الشيعة، ويأتي أيضا من عند العثمانيين، من عند عهد العثمانيين. انت الاعتقاري دي تفهمه. لكن باش تنقز على الجزائر التي ليست لها علاقة وطيدة مع إيران وتقول عنها مطبعة، قول بأن إيران كانوا لها أتباع في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في الصحراء معاك، وكانت تدعمهم بالأموال. لكن الأنظمة هذه نفسها قضات على هذه الجماعات، لا المغرب ولا الجزائر ولا غيرها. أنا نقول الحق، هم قضوا على هذه المجموعات الصغيرة التي كانت موالية لإيران. أما فيما يخص الجزائر والله لا علاقة لها بإيران سوى السلام من بعيد. السلام من بعيد، السلام بالعافية. وإن إيران حشرت نفسها في سياسة الجزائر في العشرية السوداء. تفضل الأخ أحمد.